الله عملنا محاضرات، ولسه باذن الله الفتره القادمه هيبقى فيها محاضرات ثانيه ان شاء الله، ربنا يتقبل يا رب. اولا حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يتقول علي او يكذب علي. انا الحمد لله الفتوى موجوده وافتتها، وبقول ان انا راجل شيخ عالم من علماء الاسلام الحمد لله، دارس شريعه اسلاميه اللي هو حكم ختان البنات. انا عايز اللي يفتح فوق كتب الفقه ويقرا في كتب الفقه، مش يقرا اللي عاملين نفسهم بتاع ده كتاب ولا بتاع ولا يعرفون في دين الله الا القشور. يعني ختان الرجال ده فريضه من الفريضه، يعني فريضه ما فيش نقاش فيها. اما ختام النساء نقرا في الفقه موجود انه مكرمه. يعني ايه مكرمه؟ يعني بنكرم بيها النساء. ازاي؟ لو المراه تحتاج الى ختان تختتن، ايه المشكله؟ اللي يقر في هذه الاشياء ويقولها يكون طبيبه مسلمه حاذقه. فطبيبه مسلمه هتشوف البنت لا ما تحتاجش ختان، لا خلاص ما فيش ختان. لكن افرض بنت تحتاج لختان نسيبها مشوهه كده؟ لا، يبقى نرجع للفقه مش الفكر. اما ان واحد يتقول عليا او يكذب عليا ويقول ان انا بقول لابد المراه تختتن، لا ما قلتش الكلام ده. جمعت بين الفقه الحمد لله وقلت ان عمليه ختان البنات دي عمليه تجميل اكثر منها شيء. اللي محتاج تجميل نعمل له عمليه تجميل، ايه المشكله؟ وانا بقول للناس اقبلوا شرعي ولا اقبلوا ديني؟ انا بروج الوجد غنيم؟ لا، انا بقول الله يقول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول. الذي لا يقبل شرع الله يبقى كافر مرتد عن الاسلام. دي القضيه مش قضيه ختان. واحنا لو اتفقنا على الختان هيقولوا